انا بفضفض ليه، بأنهي نية. لو هعمل اللقطة بتاعت ان انا محتاجة تعاطف، ابقى مفيش مانع نعملها كلنا، ما احنا كلنا بني ادمين محتاجين تعاطف، وانا محتاج حد يطبطب عليا في اللحظة دي. بس ده ما يبقاش النمط ويبقى الاساس بتاعي. انا ما بحكيش غير عشان كسب التعاطف. هنا تاخدنا في حتة تانية انه انا بلعب دور ضحية، وده فرق كبير ما بين ان انا في وقت من الاوقات بني ادم قبل مشاعري، محترمه مشاعر الضعف اللي عندي، بعترف بيها، انا محتاجه تعاطف، انا محتاجه تعاطف واعلنها للدنيا، مفيش حاجه يعني، بس ابقى انا من جوايا فاهمه ده. فوانا بطلع الفضفضه بتاعتي انا راسيه على اللي انا عايزاه. فلو الشخص عمل لي كده انا راضيه بالطبطبه، لكن ما يبقاش جوايا غضب، وجوايا حاجات مش محلوله، وجوايا احكام على الاخرين، وجوايا غل مكتوم، وجوايا رغبه في ان انا ادين الشخص اللي انا بحكم عليه مثلا، سلسله من النوايا. اوكي، فالشخص اداني تعاطف، مش مزعليش والله، ان شاء الله ربنا يسهل الامور، انتي عايزه اكتر. ايه ده؟ مش عايزه ده خالص، انا هتمعشني اكتر. فلو انت لا انت ازاي ما شتمتش وما عندي توقع معين لرد الفعل. ايوه بالظبط، عايزاك تتعاطف بالطريقه اللي انا عايزاها. شكرا. وده لاننا بنفوت الحته بتاعت انا مش متمرنه اواجهني بقى انا عايزه ايه، او انا مشاعري رايحه فين، او ابقى مدركه اتجاه مشاعري رايح في الحته دي ولا في الحته دي. احنا ايه على الله حكايتنا في اوقات كتير. اوكي، هو انا عندي شويه مشاعر كده بدلوا اي حاجه في اي حته واي حته وزي ما تيجي، فاحنا محتاجين ان احنا نمرن نفسنا. طب احنا هنمرن نفسنا ليه؟ علشان يعني الاخرين ما يزهقوش مننا؟ لا، الحقيقه علشان احنا نستحق ان احنا يبقى عندنا المرونه النفسيه، وفي نفس الوقت الصلابه النفسيه.